يا مساء الخيرات عليكم، أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير وصحة وسلامة يا رب إن شاء الله. بقالي كتير ما صورتش. مش عارفة هو في إيه بيحصل، مش عارفة يعني فترة التعب اللي فاتت، والحمد لله طبعا على كل حال. كانت فترة عصيبة شوية والحمد لله. بدأت أرجع واستعيد نشاطي وقلت بقى هشتغل وهصور وكده، جه موضوع الزلزال خلى نفسيتي زيرو. قصة الزلزال ده الحقيقة أنا حسيت بيه يوميها وقلت عادي عدى، يعني حاجة وربنا يعني يحفظنا إن شاء الله وتعدي. بس حقيقة كان الموضوع صعب جدا، ربنا يرحم شهداء سوريا وتركيا يا ربي ويحفظنا من عنده جميعا يا ربي ويحسن ختامنا. فبدأت برضو أحاول أقول يلا نرجع تاني الحياة وكده. وكنت مصورة طبعا في الفترة دي، بعد ما قمت شوية من التعب وكده، السمبوسة بالسبانخ والجبن. بجد عايزة اقول لكم طعمها حلو جدا، وسمبوسة بيتي تمام. يعني عملت العجينة في البيت وسهلة جدا جدا جدا، يعني فوق ما تتخيلوا. الموضوع بسيط بسيط بسيط. وفي نفس الوقت السبانخ اللي ما بيحبش ياكلها ما بيحبهاش تبقى مطبوخة، بتبقى مع الجبنة والمعجنات والحاجات دي بتبقى حلوة جدا، ليها طعم مختلف تماما. حتى ممكن السبانخ، يعني عارفين ايه، ولادنا كمان، ولادنا اهم حاجة ما بياكلوش الحاجات المفيدة. فانا كل ما بيجيلي فكرة اعملها وانفذها واقول لكم عليها برضو، نعملها للولاد عشان يعرفوا، يعني نعرف ان احنا ناكلهم كويس وكده. وكمان بس مش بس السمبوسة بتكون حادق، لا ممكن كمان تبقى حلو. يعني انا المرة دي عملتها حادق، لكن المرة الجاية ان شاء الله اعملها لكم حلو. ممكن نحط فيها شوكولاتة، نحط فيها مربى، نحط فيها اي حشوات حلوة. فعارفة التنويع حلو برضو، وفي نفس الوقت كمان انت عاملاها في البيت وما بتشربش زيت. يعني انا بالنسبة لي قصة السبانخ في البيت، السمبوسة في البيت مشكلة، بتشرب زيت فظيع اللي هي الجاهزة اللي بره، فانا ما بجيبهاش قوي لما اكون مضطرة. لكن طالما بقى عرفت قصة البيت بقى وطريقتها في البيت، بجد بجد سهلة جدا. ومش هطول عليكم في الكلام، يلا بقى بينا نشوفها مع بعض. وزي ما قلت لكم قد ايه السمبوسه طلعت حلوه جدا، طعم وريحه ونكهه، كلها بصراحه على بعضها كده كانت قمر بجد. وبعدين عايزه اقول لكم كمان بقى معلومه جدا لسه عارفه عنها. السمبوسك دي من العصور القديمه، يعني وجبه قديمه، مش من الحاجات الحديثه اللي احنا طالعه جديده خالص. كان زمان برضو بيعملوها في البيت وبيعملوها مثلثات، سواء حلو حادق، وكمان في نفس الوقت بيقدموها على السفرة كده، تدي كده منظر وشكل جميل جدا. آم، عايزة كمان اقول لكم ان حشوة السبانخ كمان مرتبطة قوي بالسمبوسة، بجانب طبعا اللحمة المفرومة وكده. اولا بقى هتكلم معاكم عن المقادير، من ابسط المقادير اللي ممكن تشوفوها في حياتكم موجودة في البيت. كوبايتين ونص من الدقيق ونخليهم كويس قوي، ربع كوباية من الزيت، ومعلقة كبيرة من النشا. دي كده مكوناتنا بس. في كمان ممكن نعملها بمية ودقيق بس، يعني لو مش محتاجة تحطي زيت او مش حابة تحطي زيت، بنعملها بس بدقيق ومية، فبرضو بتطلع بنفس ايه الطريقة. المهم هضيف الثلاث مكونات دول مع بعض كده في الميكسر، وبعد كده هنزل عليهم بحبة حبة بالمية لحد ما تتكون عندي العجينة، تلم مع بعض وتكون لي عجينة كده مطاطية حلوة. بالنسبة بقى للنشا يعني بيدي كده قرمشة حلوة للعجينة، وفي نفس الوقت بتكون طرية من جوه، فبيدي تيست حلو قوي في العجين. بصوا قد ايه العجينة حلوة مطاطية، بتتمط معايا حلو، وفي نفس الوقت ما بتلزقش في الايد، فكده تمام. هوقف طبعا عجن، وهبدأ اخدها على الكاونتر واعجنها شوية بايدي، يعني مرتين ثلاثة بس مش اكتر من كده. بعد كده بقى هسيبها ترتاح لمدة مثلا 10 دقايق ربع ساعة، مش اكتر من كده، لحد ما ابدأ ان انا اعمل الحشوة او اجهز الحشوة بتاعتي. السبانخ وجمال السبانخ في الشتاء قد ايه تحفة حلوة جدا، احلى من المفرزة، بتبقى ورقتها كده جميلة وكبيرة وحلوة. طبعا عايزه اقول لكم ان انا ما قطعتهاش، انا سبتها زي ما هي كده بورقتها. لو حابه تقطعيها قطع صغيره طبعا ده حسب اختيارك انت او اللي بتحبيه، بس انا سبتها زي ما هي كده. طاسه على النار، ضفت عليها شويه من الزبده وحبه من الزيت وفصين او 3 من الثوم، لو حابه تزودي اكتر برضو براحتك.
وهبدأ اشوحهم شوية، حاجة بسيطة قوي عشان بس التومة ما تتحرقش. وهنزل على طول بقى بالسبانخ. طبعا الكمية اللي انتوا شايفينها المهولة دي بتبقى حاجة صغيرة جدا جدا دلوقتي. هقلبها تقلبتين، هتلاقوها بقى بقت شكل تاني وحاجة تانية وحاجة صغيرة قوي. خست خالص خالص اهي، بصوا منظرها عامل ازاي، حاجة كده يعني لو حطيتي مثلا حزمة 2 3 10 هتبقى برضو قطع او حبة صغيرين في الاخر، بتخس خالص يعني. بس يا ستي هشوحها حبة كده حلوين على النار. بعد كده هنزل بالجبنة بتاعتي، سواء بقى زي ما تحبي، جبنة موتزاريلا، جبنة بيضة، جبنة شيدر، ممكن اي نوع من انواع الجبنة اللي انتي بتحبيها. انا حطيت جبنة بيضة وحطيتها على النار، طبعا ده حاجة اختيارية مش اكيد ان انتي ممكن تعمليها برضه بالطريقة دي. بس خلصت كده الحشوة، ضفتها على جنب. هبدأ بقى اظبط العجينة بتاعتي واعملها كور صغيرة. تقريبا الكمية اللي انا عملتها دي عملت لي حوالي 20 كورة او 22 كورة، فبصراحة طلعت كمية حلوة يعني. تمام. حبيت اعملها بشكل قطايف، ممكن تعمليها بشكل بشكل مثلا دواير، بشكل مثلث، مربع، زي ما انتي تحبيه. بس انا قلت يعني دي احلاهم بصراحة بالنسبة لي، وطبعا التنويع حلو في الاكل. بس يا ستي زي ما بقولك بقى كده، بصي بفردها بتتفرد معايا حلو قوي، طالما ريحتها شوية من العجن تبدأ تفرد معايا وتدي الشكل اللي انا عايزاه. هحط بقى الحشوة بتاعتي وهقفل عليها كويس قوي. تمام. زي ما قلتلك، زي ما تحبي الشكل اللي انتي تحبيه. قمر يا ناس، قمر. بس يا ستي هكمل بقى بقية الكور بتاعتي كلها زي الشكل ده كله. زي ما قلت لكم، انا كنت لسه طالعه بقى من التعب وكده، وقلت بقى اقف اعمل الحاجه الحلوه دي بتاعتي. بس يعني ما كنتش بكامل قوايا قوي، فكنت حابه ان انا اعملها باشكال تانية او كده، بس قلت لا، دي اسرع واسهل لي بكتير. خلصت الكميه، هبدا بقى بحبه زيت حلوين على النار، وهنزل على بيهم في الطاسه. ولو حابه ان انت تعمليه في الفرن مفيش مشكله، مسحه زيت من تحت ومن فوق في الصينيه وخلاص، على كده بتتحمر معاكي برضو حلوه قوي. بس ودي كانت بقى اكلتنا النهارده، يا رب تجربوها ان شاء الله وتعجبكم، وقولوا لي رايكم في الكومنتس. وطبعا بشكر كل المشتركين الجداد عندي، بشكركم جدا جدا، وان شاء الله نكبر مع بعض. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.